السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. اضطر المدرب خورخي سامباولي إلى الاعتماد على ماركو ديمتروفيتش حارس المرمى الثاني في فريقه إشبيليا خلال المباراة التي خاضها الفريق الأندلسي أمس أمام مضيفه إيندهوفن الهولندي في إياب خروج المغلوب بمسابقة أوروبا ليج، وذلك بسبب الغياب الاضطراري لحارس المرمى المغربي الأساسي في الفريق ياسين بونو. وتخلى سامباولي على بونو في آخر لحظة قبل انطلاق المباراة بعدما ارتفعت درجة حرارته لإصابته بالمغص والحمى بسبب إلهاب في القولون حسب ما أعلنه المدرب سامباولي لنفسه. وكان سامباولي يعول على الدوري المغربي خلال هذه المباراة، حيث صرح أمس الأول أن بونو هو الخيار الأمثل بالنسبة إليه وأنه سيعتمد عليه أمام إيندهوفن، حيث قال: لدينا حارسان جيدان للغاية لكن بونو حاسم في الكثير من تدخلاته، وهذا يعني عادة أنه الخيار الأمثل والأول للفريق كحارس مرمى. الاختيار ليس سهلا لكن الاستمرارية مهمة للغاية وفي صالح الفريق.